نبدأ فيلم النهاردة بشاب اسمه كيفن ومعروف عنه إنه مجتهد في الدراسة وغلبان جدا. وأول ما يوصل المدرسة في شلة عيال كده بيتنمروا عليه ويضربوه لأنه ضعيف ومش بيقدر يدافع عن نفسه. وبعدها بيروح الفصل عشان يمتحن، ولما الامتحان بيبدأ في واحد من المتنمرين اللي كان بيضرب كيفن بيطلب منه إنه يغششه، ولكن كيفن بيخبي الورقة عشان لو الأستاذ عرف هيسقطه. وهنا فيك بيطلب من صاحبه انه يروح يلهي الاستاذ عشان يقدر يغش من كيفن، وفعلا الولد صاحب فيك راح يلهي الاستاذ عشان يقدر فيك يغش منه، وفعلا بيغش منه بيهدده، وفعلا كيفن بيغششه الامتحان كله عشان خايف لا يضربه ويتنمر عليه. وبعدها الاستاذ بيندهله وعرف ان هنا انه غشش اصحابه، وسأله وقال له فعلا انا غششتهم عشان كنت خايف منه عشان كان هيتنمر عليا ويضربني، وقدر يغش مني غصب عني. وهنا الحصة التانية بتبدأ، وهنا نعرف إن كيفن بيحب زميلته اسمها ليان، ولكن هي مش معبراه، ومن كتر ما هو بيحبها بيفضل يرسم فيها. ولما ميعاد الغدا بيجي كيفن بيروح لصاحبه شاد بيوريله الرسم، ولكن شاد بيقول لكيفن بلاش ليان عشان ريكاردو، ودوت بيكون رئيس شلة المتنمرين. وهنا كيفن بيبص على ليان وكان حزين لأنه عايز يكلمها، وبعد ما اليوم بيخلص بيستغل الفرصة ويروح يكلم ليان، ولكن لسوء حظه ليان بترفض تتكلم معاه وبتسيبه تمشي. وبعدها بيروح يجيب العجلة عشان يرجع على البيت، بيهجم عليه شلة ريكاردو المتنمرين وبياخدوا منه العجلة وبيهربوا، ولكن كيفن بيرفض يخليهم وبيجري وراهم بكل سرعته وبيطلب منه العجلة بتاعته عشان يرجع بيها البيت. هنا كيفن بيقول له انا عايز العجلة بتاعتي عشان ارجع البيت، ولكن ريكاردو بيقول له عشان تاخدها لازم تروح المدرس وتقول له ان احنا ما كناش بنغش منك. ولكن لما كيفن ما سمعش كلام ريكاردو خلى اصحابه يمسكوا كيفن ويضربوه ويحطوه في سلة الزبالة، ويمسكوا بجردل الزبالة ويحدفوا بعيد. وبعدها بفترة نشوف كيفن خد العجلة وبيروح للسوبر ماركت اللي شغال فيه، والمدير بيقول له انت لو اتأخرت تاني انا هطردك من المكان. وساعتها بيدخل السوبر ماركت يخلص الشغل، وبعدها بياخد العجلة بتاعته وبيرجع على البيت، ولكن بيظهر عليه التعب والارهاق. وتاني يوم كيفن بيروح لمديرة المدرسة عشان كانت عايزاه، وبيتفاجأ بوجود ريكاردو وابوه في المكان. وهنا نعرف ان المديرة عرفت ان كيفن اتضرب من ريكاردو وشلته امبارح. وهنا المديرة سألت كيفن بتقول له هما ضربوك امبارح ولا لا، وخايف يقول لها ايوه عشان ما يضربوش تاني، وبيقول لها احنا طول عمرنا اصحاب ما نمسكش في بعض. وبعد كده هو خارج من المدرسة بيفاجئ بزميلته سيسلي وبتتكلم معاه، بتطلب منه سيسلي ان هو يحضر معاها الحفلة، ولكن بيتهرب منها عشان مش بيحب الرقص. وبعدها كيفن بيروح السوبر ماركت وبيخلص شغله وبياخد العجلة بتاعته وبيروح ناحية البيت، ولكن بيشوف زميلته سيسلي قاعدة قدام البيت مستنياه، وبيروح يقعد معاها، قعدوا يتكلموا مع بعض. وهنا نعرف ان سيسلي معجبة بكيفن وبتحبه، لكن هو مش بيحبها لانه بيحب ليان. وبعدها بياخد سيسلي بيوديها لحد البيت. في تاني يوم كيفن لما كان في الفصل بيتفاجأ بليان بتتكلم معاه، وطلبت منه ليان انه يحضر معاها الحفلة في بيت ريكاردو اللي بيتنمر عليه. وهنا كيفن بيرفض يروح معاها عشان الحفلة بتكون في بيت ريكاردو لان هما الاتنين بيكرهوا بعض. وتاني يوم كيفن وصاحبه شاد بيتدربوا على مساك المسدس واطلاق النار. شاد بيطلب من كيفن انه يروح معاه الحفلة في بيت ريكاردو، لكن كيفن بيرفض عشان ريكاردو كان بيتنمر عليه وبيضربه. وفي النهاية بيقدر يقنعه انه يروح معاه. ولما يجي الليل بيروح الحفلة في بيت ريكاردو وبيتفاجأ بوجود ليان، وبيجي يحاول يتكلم معاها وللمرة التانية بترفض وبتمشي. وهنا كيفن بيشوف سيسلي هناك في الحفلة، بيروح هناك ويفضلوا يتكلموا لمدة طويلة. وفي نفس الوقت فيك بيشوف سيسلي وكيفن قاعدين مع بعض وبيندى على ريكاردو بيقول له ايه رأيك نروح نبوظ له القعدة. وهنا ريكاردو وشلة المتنمرين بيروحوا يعتدوا على سيسلي، لكن بيقف قدامهم كيفن وبقية شلة ريكاردو المتنمرين بيعتدوا عليه وبيمسكوه يحطوه في شنطة العربية، وكان معصب جدا وقدر يطلع من شنطة العربية ويروح لريكاردو ويتخانق معاه. هنا كيفن عرف ان سيسلي هربت من المكان عشان اعتدى عليها ريكاردو وشلته، وبيهرب هو كمان عشان لو مسكوا ريكاردو وشلته هيضربوه. وتاني يوم بيتخانق مع صاحبه تشات عشان هو اللي خلاه يروح الحفلة في بيت ريكاردو. ولسوء حظ كيفن
انه جاي يركب العجلة لقى الجنزير مقطوع، وهنا عصب جدا وكان متضايق عشان كده هيتأخر على الشغل. وهنا كيفن ملقاش غير حل واحد انه يمشي على رجله، وفعلا بيوصل السوبر ماركت اللي شغال فيه. ولكن المدير بيتكلم مع كيفن بيقوله انت مطرود من المكان لانك انت مبقتش تحترم المواعيد. وبعد كده بيروح البيت وبيكون زعلان جدا بسبب وظيفته اللي خسرها وبسبب صحابه اللي بوظوله العجلة واتأخر عن الشغل، وبيقرر ينتقم من كل اصحابه اللي اتنمروا عليه. وبعدها بيركب العربية عشان يروح بيت ريكاردو عشان ينتقم منه لانه هو السبب في كل حاجة. وبيروح العربية بتاعت ريكاردو وعايز يبوظ له الكاوتش بتاع العربية، لكن الكاوتش بيكون جامد وما بيقدرش يبوظه، لكن بيطلع البنزين اللي معاه وبيولع في العربية بتاعت ريكاردو عشان ياخد حقه منه. وفي نفس الوقت ريكاردو بيطلع بره البيت بيلاقي العربية بتاعته متولع فيها وبيحاول يطفيها. وفي نفس اللحظة كيفن بياخد العربية بتاعته وبيجري بسرعة البرق. وتاني يوم بيروح على بيت صاحبته سيسلي عشان يقول لها انه خد حقه من ريكاردو وشلته اللي كانوا بيتنمروا عليه، ولكن ابو سيسلي بيقول له هي مش موجودة، هي طلعت تشتري حاجة. وبعدها كيفن بيتفاجأ بريكاردو وشلته المتنمرين ماشيين جنب البيت، ولما شافوه جريوا وراه بالعربية عشان يخلصوا عليه، ولحسن حظه انه قدر يستخبى منهم وقدر يفلت. وبعدها كيفن بيروح لمحل اسلحة عشان يشتري مسدس ويدافع بيه عن نفسه قدام ريكاردو وشلته. ولما جه الليل بيتفاجأ باتصال من سيسلي وبيستغل الفرصة ويروح يقعد معاها. ووقتها كيفن عرف سيسلي على كل حاجة وان هو اللي ولع في عربية ريكاردو عشان ياخد حقه منه. كيفن بيقول لها انت لازم تروحي لابوكي وتقولي له على كل حاجة واللي عمله ريكاردو فيكي هو وشلته، ولكن بترفض تقول لابوها، بتقول له انا مش عايزة اورط نفسي تاني مع عصابة ريكاردو عشان هم اكتر عصابة متنمرين. وبعد فترة بيروح المدرسة بيلاقي شيت هناك بيقول له انت لازم تمشي من هنا لان ريكاردو وشلته عرفوا ان انت اللي ولعت في العربية. في نفس الوقت حاول يهرب كيفن بكل سرعته من عصابة ريكاردو، ولسوء حظ كيفن ان الشلة شافته وهو بيجري واعتدوا عليه جسديا ولفظيا وفضلوا يضربوا فيه عشان عرفوا ان هو اللي ولع في العربية بتاعت ريكاردو. ومع الوقت كيفن طلع السلاح اللي كان شاريه وقدر يضربه وقدر يخلص منهم بطريقة ذكية وبسرعة عالية. والمدرس كان عامل زي البوليس بيجي في الاخر. وفي تاني يوم كان كيفن مع الكلب بتاعه وبيلعب معاه وكان بيحبه جدا وبيخاف عليه. ولما كيفن بيصحى من النوم بيتفاجأ انه مش لاقي الكلب بتاعه وبيدور عليه، وفضل يدور عليه في كل مكان لكن مفيش فايدة. بيبص في الارض لقى العصاية اللي مضروب بيها الكلب، وهنا عرف ان ريكاردو هو اللي ضربه لان العصاية دي تبقى بتاعته. في اللحظة دي كيفن كان زعلان جدا وصعبان عليه الكلب اللي مات. هنا قرر انه ينتقم من ريكاردو وكل اللي اتنمروا عليه واللي خرب عليه حياته. وتاني يوم بيروح للمدرسة وهناك عرف ان ريكاردو وشلته هيشاركوا في مباراة الرجبي اللي المدرسة عاملاها. ريكاردو كله حلمه انه يكسب المباراة دي وياخد الكاس. وفي نفس الوقت كيفن استنى لما اصحاب ريكاردو وهو يطلعوا من الأوضة، وبعدين دخل من غير ما حد يشوفه وراح فتح الصندوق اللي فيه أغراض ريكاردو واصحابه. ولما فتح الصندوق لقى مخدرات بتاعت ريكاردو واصحابه، وجات له فكرة واستغل الفرصة انه يغير المشروب اللي معاه بالمخدرات عشان يخلص من ريكاردو واصحابه. بعدها مدرب الفريق بيديلهم شوية نصايح عشان يكسبوا الماتش الجاي بسهولة. وبعدها شلة المتنمرين بيروحوا يشربوا المخدرات، ولكن بيشربوا المشروب اللي كيفن حطه له. جسمهم بيتسمم لما شربوا المشروب، ولسوء حظ كيفن ان ريكاردو ما شربش معاهم. وبعد فترة الاسعاف بتيجي وبتاخد اصحاب ريكاردو اللي جسمهم يتسمم. وهنا ريكاردو كان هيتجنن انه خسر اصحابه وكمان خسر المباراة اللي كان حلمه ان هو يكسبها. وفي نفس الوقت كيفن نزل ضرب بشراسة على ريكاردو عشان قتل الكلب بتاعه، وهنا قدر يخلص من ريكاردو وشلة المتنمرين. ونيجي في آخر القصة ونقول يلا باي ونشوف وشكم على خير.